أنا أتحدث وأنا في حزن عميق، حزن شخصي، لأن شقيق روحي وشريك حلمي ومسعاي طول عمري غادرنا إلى الرفيق الأعلى، أحد مؤسسي هذه الحركة المدنية وكل حركة سبقت الحركة المدنية، قائد عظيم في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، وقائد عروبي معتبر، وقائد ناصري مؤتمن، وكيل حزب الكرامة أخي أمين اسكندر. لروحه التحية والاحترام وعهد الإخلاص لنهجه، ولكم جميعا الحاضرين والغائبين الشكر على كريم مواساتكم لنا ولأسرته وعزائكم الكريم فيه. حزين أيضا موضوعيا لأن الحزن على وجوه المصريين سمة نلحظها في كل بيت وشارع ومقهى، وبالذات في كل متجر ممكن تدخله عشان تشتري. وأول أسباب الحزن المصري هو عجز الأسر عن أن تعيش مستورة في ظل هذا الغلاء، الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المرة ونار الغلاء اللي بتكوي المصريين وتهدر كرامتهم. ولهذا أقول إن الحركة المدنية التي تجتمع اليوم وتريد أن ترسل رسالة رئيسية، الرسالة الرئيسية موجهة للمواطن والمواطنة المصرية. الرسالة الرئيسية هي المصاغة في عنوان هذا المؤتمر، إن المواطن هدف أن يعيش بكرامة، إنه يتستر في بيته، إنه ياكل ويشرب ويتعالج ويتعلم ويجد فرصة عمل ويجد أجر عادل ويجد تأمين صحي ويجد بيئة نظيفة. الهدف هو حياة كريمة لكل مصري ومصرية. وإذا كنتوا سمعتوا، وهو صحيح إن إحنا بنبدأ بالمحور السياسي، لكن المحور السياسي ليس الهدف. السياسة كديمقراطية ودولة قانون والتزام بالدستور وتعددية حقيقية ومحاسبة للسلطة وانتخابات نزيهة هي طريق لحياة كريمة للناس. هدف الحركة المدنية حياة كريمة لكل مصري ومصرية. وهنا الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي بيرتبطوا ببعض، بس احنا عاوزين نشوف وش المصريين بيضحك كما عرفناه ذات يوم، مش ممتلئ بالحزن والكآبة وقهر الغلاء وإهدار الكرامة. ده اللي الحركة المدنية عاوزاه. رسالتنا النهارده بتقول إن الحركة المدنية مؤمنة إيمان قاطع بالعمل السياسي السلمي المنظم في حدود الدستور من أجل تغيير شامل عميق لكل السياسات التي تحكمنا الآن. هدفنا أن نغير، وإحنا لم ندخل الحوار حتى الآن. كل اللي احنا فيه من ساعة ما قابلنا الدعوة للحوار بجدية وحرصنا عليها وسنحرص ان احنا في مرحلة التحضير. احنا دلوقتي في الامتار الاخيرة من المرحلة التحضيرية، وقريبا ربما اسبوع او 2 ما يزيدش عن شهر هنعقد مؤتمر مماثل زي اللي حضراتكم موجودين فيه، تكون الحركة المدنية اخذت قرارها هل ستدخل حوار ام لا. واللي هنا عاوز اوضحه ان احنا قبلنا الحوار بضمانات، اولها الافراج عن عدد معتبر من سجناء الرأي. لكن هل لو افرج عن العدد المعتبر من سجناء الرأي هندخل حوار؟ نعم. لكن هيبقى موضوع سجناء الرأي انتهى؟ لا. سجناء الرأي قضية قائمة كضمانها قبل الحوار،
وأثناء الحوار وبعد الحوار، حتى يتحقق هدف واضح لكل الحركة المدنية أن تكون مصر وطنا خاليا من سجناء الرأي، من أي سجين رأي أيا كان اعتقاده أو فكره أو موقفه أو رأيه. احنا قطعنا شوط في التحضير. في سجناء الرأي العدد اللي اعتبرناه معتبر وكان رقمه 1074 بحسب تقديراتنا أفرج عن قرابة 950 منهم. لكن جوه هذا العدد في أسماء بعينها إذا لم يستوفى العدد لأكثر من 1074 شاملا كل الأسماء التي قدمتها الحركة المدنية بالاسم، هنعتبر إن المقدمة الضرورية للحوار لم تتحقق، ومن ثم مش هنقول إن إحنا رفضنا الحوار، هنقول إن السلطة اللي دعت للحوار أغلقت الباب أمام الحوار وتتحمل هي مسؤولية عدم إتمام هذا الحوار برفضها الإفراج عن السجناء عددا وبالاسم. كان الجزء الثاني إن إحنا نبقى شركاء متكافئين في حوار متكافئ، والحقيقة أشهد لهذه السلطة ونحن في موقع المعارضة منها إنها استجابت بطريقة إيجابية، مش ب100% لكن بالقدر المعقول والمقبول، لأن المعارضة والسلطة يبقوا شركاء في إدارة هذا الحوار، في تشكيل مجلس أمنائه، في المقررين والمساعدين، في عضوية اللجان، في تقرير ما هي جداول الأعمال التي تطر على كل لجنة من هذه اللجان. وهذا إنجاز أقول أنه تحقق. إذا استوفي مقدمة الإفراج عن العدد والأسماء سنذهب إلى الحوار، لكن إحنا هنروح الحوار ليه؟ هنروح الحوار لأن هذا بلد مهزوم. إحنا كمعارضة مدنية ديمقراطية قلنا ونكرر إحنا لم نكن طرفا في صناعة هذه الأزمة. الأزمة دي مسؤول عنها مش بس الأوضاع الدولية زي الحرب في أوكرانيا وكوفيد، مسؤول عنها السياسات الخاطئة التي تبنتها هذه السلطة ولا زالت تصر عليها حتى الآن. نحن ندعو السلطة لأن تراجع نفسها، وشجاعة الاعتراف بالخطأ أفضل من الإصرار عليه. وإذا كان مصر محتاجة خروج من الأزمة وهو خروج واجب، فلن يتم بالإصرار على نفس السياسات التي قادتنا للأزمة، وإنما بتغيير جاد عميق في هذه السياسات بسياسات بديلة. ونحن كحركة مدنية ديمقراطية نريد هذا الحوار ونحرص عليه ونتعامل معه بجدية ومسؤولية. نعتقد أن واجبنا وامتحاننا أمام شعبنا هو أن احنا في هذا الحوار نقدم هذه السياسات البديلة. لم نكن شركاء في صنع الأزمة، لكننا مستعدين أن نكون شركاء في الخروج من الأزمة وفي وضع الحل. وهذا ما سمعتموه اليوم، رؤية متفق عليها بعد حوار عميق وجاد بين شخصيات عامة و12 حزب صاغوا رؤية لخطنا الذي نتبناه في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ده ميثاقنا، ده اتفاقنا، ده كلمتنا التي سندخل ونناضل في الحوار إذا دخلناه من أجل تحقيقها، وسنناضل إذا أبعدنا عن هذا الحوار من أجل تحقيقها أيضا. دخلنا الحوار باستيفاء شروطه أو منعنا منه لامتناع السلطة عن تحقيق مقدماته، سيبقى ما سمعتموه اليوم دليل عمل وطني نناضل سلميا ودستوريا وقانونيا من أجل تحقيقه. لكن تعلمون وأذكر نفسي وإياكم قوة أي طرف في مجتمعه عشان يحقق سياسة
تعني قدرته على أن يكون متصلا بالناس منظما. ودي أهمية الحركة المدنية الديمقراطية. أهمية يبقى في كلمة بتتقال باسم 12 حزب وشخصيات عامة متعددة في انتماءاتها الفكرية. دي قيمة الحركة المدنية. ولهذا خطابنا لكم النهارده ولشعبنا هذا كتابية، هذا كتاب الحركة المدنية المصرية، هذا هو مشروعها للخروج من الأزمة في مصر، هذا هو مشروعها لإنصاف المواطن ولاستعادة حقه في حياة كريمة. هذا مشروع الحركة المدنية. لا تتركوا الحركة المدنية تتحدث وحدها. لن نحقق هذا الهدف كمجموعة من الأحزاب والنخبة، هنحققه إذا التقت القلوب والعقول والأفكار وتجمعت في تيار مدني ديمقراطي يطلب هذه الحقوق ويناضل سلميا وديمقراطيا من أجلها. فيا شعبنا العظيم، أولا ويا نخب مصر التي تنتقد الحركة المدنية أحيانا ونحن نحترم كل نقد، أو تدعمها عن بعد أحيانا ونحن نفخر ونعتز بكل دعم، حطوا ايديكم في ايدينا. مش هتتغير مصر بدون قوة تيار مدني ديمقراطي يريد دولة وطنية مدنية حديثة تحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية بجدية. وده مش هيتم غير بان احنا نقوى ببعض ونتساند ببعض ونتوحد مع بعض، وهذا ما نسعى اليه ونناشدكم ان تضموا ايديكم معنا. كلمة اخيرة، احنا اولاد البلد دي نظن اننا احببناها واعطينا ما استطعنا من اجلها، ونظن ان المع واجمل وابهى لحظاتها كانت ثورة 25 يناير العظيمة وموجتها في 30 يونيو. وكل إساءة ل 25 يناير أو تحملها ظلما مسؤولية الأزمة أو التلسن عليها تلميحا أو تصريحا يمس مشاعرنا ويهين تاريخنا وشعبنا ونرفضه شكلا وموضوعا. نريد احترام واجب ل 25 يناير و30 يونيو وللشعب المصري ولتضحياته، وسنبقى على هذا العهد مؤمنين بأن هذا الشعب قادر على أن يصوغ مستقبله مهما بدا صعبا. تحية لكم، والأمل فيكم، والهدف هو المواطن، وطريقنا مطروح عليكم. شاركونا فيه، طوروا رؤيتنا، انتقدونا، حسنوا ما سمعتم اليوم، لكن من موقع الشراكة والمسؤولية الوطنية عن التغيير الديمقراطي، لأن هذا هو الطريق. مصر إما أن يكون فيها حوار جاد يغير تغيير جاد وعميق هذه السياسات، وإلا فإن البديل عن الحوار هو الانفجار أو الانقلاب. الحركة المدنية لا تريد انفجارا ولا انقلابا، تريد تغييرا ومخرجا سلميا ديمقراطيا وطنيا. هذا نهجنا وهذا نضالنا وهذا طريقنا، ونحن نثق في شعبنا ونثق في إخلاصنا، وننتظر من شعبنا المدد ومن النخبة السياسية المصرية أن